تساؤلات كتير بتدور اليومين دول حوالين اللي بيحصل في سوريا. انسحاب الجيش السوري قدام قوات المعارضة، الموضوع ده مش سهل، الموضوع ده بيعتبر خطير ومصيري، ولو فكرت فيها هتلاقي ان الإجابة واضحة، ان بوتين كان عارف ان قوات المعارضة هتدخل المناطق اللي انسحبت منها القوات النظامية. طب هل بوتين قاعد بيتفرج؟ لا طبعا، بوتين مش قاعد بيتفرج. بوتين مشغول وعنده أولويات، دلوقتي كل تركيزه على المناطق الساحلية اللي موجودة فيها القوات الروسية، اللي بتعتبر استراتيجية جدا في سوريا. بالبلدي كده لأنه مش هيقدر يبعت قوات لسوريا في الوقت الحالي، وده بسبب الحرب مع أوكرانيا ومفاوضاته المعقدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في نفس الوقت، وركز معايا في اللي جاي قوي، الضربات الجوية الروسية هتكون هي الحل خلال الساعات القادمة. يسعد صباحكم أو مساكم أينما كنتم، أنا رفيق عادل وأنتم بتتابعوا برنامج أصل الحدوتة. اشمعنى سوريا بالذات وفي الوقت الحالي بعد وقف إطلاق النار في لبنان؟ واشمعنى بعد لما بشار الأسد قال إن الكيان بيلعب بالنار لما وقف إطلاق النار في لبنان؟ فنجان البن التمام، ويلا نعرف الحدوتة سوا. في البداية حابب أقول لك إن أردوغان استفاد جدا من التحركات اللي قام بيها نتنياهو، وشكروا عليها بشكل واضح وصريح. والسؤال الأهم والأخطر، إزاي التحالفات دي بتأثر على المشهد وأمن المنطقة كلها؟ فكرة إن أمريكا ملهاش دور في سوريا بيعتبر موضوع ساخر أو مضحك شوية، لأن أمريكا يا صديقي بتحمي مصالحها في مناطق الأكراد هناك. ده غير طبعا استفادة تركيا ومساندتها لبعض الجماعات في الشمال. كلام خطير بنسمعه في الصحافة اليومين دول بيقول إن هيتم تقسيم سوريا لأربع دويلات، الأكراد في الشرق تحت رعاية أمريكا، والسنة في الشمال تحت رعاية تركيا، والنظام السوري مع إيران وروسيا وحزب الله، وشوية مناطق متفرقة تحت سيطرة جماعات محدش عارف لها ملة. عارف السؤال اللي بيدور في مخك، طب بشار الأسد بيعمل إيه؟ بشار الأسد يا صديقي فعليا مش بيحكم سوريا، لأن دلوقتي بالبلدي كل منطقة في سوريا بيتزعمها أو بيقودها جماعة معينة. ولو كان بشار انسحب من الأول وسلم الحكم لقيادة وطنية، كنا ممكن نتفادى كل اللي بيحصل في الوقت الحالي. مش هخبي عليك، الجيش السوري بيعاني من انهيار داخلي، وده بسبب رئيسي ومهم جدا اللي هو اعتماده على الطائفية. ولو تفتكر معايا وقت الثورة لما قامت، كتير من الجنود السوريين ابتدوا ينسحبوا من أرض المعركة، وده اللي أدى إلى فقدان جيش وطني قادر على حماية بلاده. في النهاية يا صديقي، سوريا حاليا نموذج معقد لتدخلات الدول الكبرى والتحالفات اللي موجودة واللي لسه هتحصل، والنظام الحاكم أضعف ما يكون من الداخل، والمعارضة بتستفيد من النقطة دي كويس قوي. الأيام الجاية هتوضح حاجات كتير، خليكم معانا وتابعونا في الحلقة الجاية عشان نعرف كل جديد عن سوريا وروسيا وأمريكا وتركيا ودولة الكيان. سؤال الحلقة يا صديقي النهاردة ليك، واكتب لنا في التعليقات لو تعرف الإجابة، هل فعلا هيتم تقسيم سوريا لأربع دويلات؟ كنت معاكم رفيق عادل في أصل الحدوتة، واستنونا في حواديت جاية كتير. أشوفكم على خير.